الأستاذ صلاح عبد المقصود. تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. معالي المفكر الكبير الأستاذ الدكتور مصطفى الفيلي رئيس مجلس إدارة المركز العربي للإعلام، سعادة الأستاذ صبري غنيم رئيس المركز العربي للإعلام، أساتذتي الإعلاميين، زملائي زميلاتي، الحضور الكرام من رجال البنوك والاقتصاد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وسعدت كثيرا بتلبية هذه الدعوة لأكون ضمن هذه الكوكبة العظيمة من رجالات مصر، من عقول مصر، مفكريها، إعلامييها، من اقتصادييها، هذه الكوكبة التي تجتمع في هذا المكان وفي هذا المؤتمر حول فكرة الناس والبنوك وتطمين هذا الشعب على بنوكه وعلى اقتصاده وعلى خزائنه في هذا الوطن العظيم الذي جاء وصفه على لسان سيدنا يوسف عليه السلام عندما آنس في نفسه القدرة على إنقاذ اقتصاد هذا الوطن، قال لعزيز مصر: اجعلني على خزائن الأرض إني حفيظ عليم. وفي رؤية بعض المفسرين أن مصر هي خزائن الأرض، مصر التي تنهب منذ آلاف السنين ولا زلنا نعثر على ذهبها في بعض المقابر، مصر التي تنهب لا تزال بخير، واقتصادها واعد، واقتصادها مبشر بالخير الكبير. ولعل الإعلاميين عندما طمأنوا الشعب المصري على اقتصاده وعلى بنوكه ودعوه لأن يثق في قدرة هذه البنوك رغم الأزمة التي أحاطت بنا وعصفت بدول غيرنا، إلا أننا تجاوزناها والحمد لله. واليوم نمضي قدما نحو فك هذه الأزمة، لا نقول أننا تجاوزناها، فنحن نعيش في أزمة اقتصادية لا تخفى على أحد، ثورة زلزلت الوطن وأحدثت تحولات كبيرة ونتج عنها تعطل كبير لعجلة الإنتاج، إغلاق لمئات المصانع، تعثر للاستثمارات، خروج استثمارات من مصر. لكننا نلحظ الآن بدء عودة هذه الاستثمارات، بدء عودة العمل، بدء عودة الأمن إلى الشارع المصري، والأمن قرين الاقتصاد، وصدق الله العظيم الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. يأتي الأمن قرينا للاقتصاد وقرينا للأمن الغذائي أيضا، وبمشيئة الله سنتجاوز هذه الأمور، ولعل البشائر بدأت تلوح بهذه التدفقات التي نراها من هنا وهناك. وأيضا نحن على مشارف زيارة واعدة للسيد رئيس الجمهورية إلى روسيا الجمعة القادمة إن شاء الله، وهي زيارة سيكون لها تأثيرات كبيرة بمشيئة الله بما يعود بالخير على وطننا. الزميلات والزملاء الحضور الكرام، لا شك أن الإعلام عليه دور كبير في هذه المرحلة، وخصوصا الإعلام الاقتصادي. الإعلام الاقتصادي عليه دور كبير في طمأنة الناس، خصوصا في هذه المرحلة التي يتعجل فيها الكثيرون اقتطاف ثمار الثورة. الكل يريد أن يجني ثمار هذه الثورة العظيمة التي بدأت أول ما بدأت بالمطالبة بالعيش الكريم والحرية والعدالة الاجتماعية والكرامة الإنسانية
الكل يستعجل، خصوصا مع انتخاب أول رئيس مدني منتخب. لكن هذا الرئيس يحاصر من أول ساعة: ماذا قدمت وماذا فعلت؟ بل لا ننسى ذلك الموقع الذي دشن فور توليه مهام منصبه، والذي أطلق عليه اسم مرسي ميتر عداد. بنشوف الراجل ده هيعمل ايه ساعة بساعة ويوما بيوم، ولا صبر ولا تشجيع من كثير من الناس. لكن أقول أن ثمة مخلصين لهذا الوطن، ثمة عقلاء يصبرون من حولهم أن التغيير إلى الأفضل قادم بمشيئة الله. ربما لا يلمس كثير من الناس هذا التغيير لأنهم يتعجلون، ويا ليتهم يصبرون بعض الوقت. بمجرد مجيء الدكتور محمد مرسي يقولون التجربة التركية نجحت وأنتم أخفقتم، لكنهم لم يعطوا التجربة المصرية الوقت كي يحكموا عليها. التجربة التركية عمرها الآن 10 سنين. لو رجعنا إلى حصاد هذه التجربة بعد 10 سنين من 2003 إلى 2013 سنرى فعلا أنها أثمرت وحققت إنجازات كبيرة. الاقتصاد التركي الناتج القومي التركي سنة 2003 كان 235 مليار دولار، أصبح في 2012 703 مليار دولار، أي أنه تضاعف عدة مرات في خلال ال9 سنوات الأولى. التصدير التركي كان في 2003 ب 36 مليار دولار، قفز إلى 285 مليار، من 36 مليار إلى 285 مليار دولار في 2012. السياحة على تركيا كانت 13 مليون سائح في 2003، قفزت إلى 32 مليون سائح في 2012. انفاق تركيا على مجال الصحة على سبيل المثال كان 5 مليار، وصل في 2012 إلى 40 مليار دولار. الأتراك كان عندهم 600 أو 6000 كيلو متر طرق في 2003، وصل أطوال الطرق في تركيا في 2012 إلى 16,000 كيلو متر. اللي بنته تركيا في 80 سنة كان 6000، واللي طورته بعد 2003 وصل التطوير إلى 16,000 كيلو متر. وده يمكن انعكس أيضا إيجابا على حوادث الطرق التي انخفضت بنسبة 50%. القطارات كانت بنيتها التحتية مبتدئة، الآن أصبحت قطارات تركيا تسير بسرعة 250 كيلو متر في الساعة. طيران تركيا كان له 60 محطة أو 60 نقطة وصول، الآن أصبح 212 نقطة للطيران التركي. ويمكن عندنا هنا في مصر نقطتين تمت إضافتهما لمطار الغردقة ومطار شرم الشيخ في أكتوبر الماضي، وطلبنا منهم في الأيام القادمة إن شاء الله إن هم يزودوا 3 نقط أخرى في الأقصر وأسوان ومرسى علم لتشجيع السياحة، لأن في سياح كتير بيجوا من أقصى العالم إلى تركيا، والسائح اللي بيقطع هذه المسافات الطويلة لا يكتفي بزيارة دولة واحدة. فنحن بالسعي بيننا وبين الجانب التركي نسعى إلى التعاون في المجال السياحي في هذا الصدد. كان عدد الطيران التركي، الطيارات كان عددها 59 طيارة، وصلت ل 202 طيارة. أنا بقول الكلام ده عشان ربما الناس لما تصبر شوية هتلاقي إن شاء الله ثمار لهذا الصبر. قد تخفق الحكومة، قد يخطئ رئيس الجمهورية، لكن أظن أن منح الفرصة والتشجيع تماما مثلما
نشجع الطالب المجتهد بالتأكيد أنه سيحقق النتيجة المرجوة. أنا لا أريد أن أجمل الصورة، لأنني بين اقتصاديين يعرفون الحقيقة كاملة ويعرفون أكثر مني في هذا المجال، لكن يكفيني هنا أن أطمئن الحضور أن إنتاجنا هذا العام الذي سيبدأ اليوم توريده من القمح، إنتاجنا إن شاء الله سيكفي رغيف الخبز المدعم لأول مرة في هذه السنوات. سيكفي إنتاج رغيف الخبز المدعم. رغيف الخبز تحسنت منظومة إنتاجه ويمكن وصلت الآن ل 80% من المحافظات، أكثر من 70% من المخابز دخلت هذه المنظومة وبدأ المواطنون يشعرون بها. أيضا مشكلة الغاز الحمد لله وجدناها بدأت تتحل هذا العام، ما شعرناش بها في الشتاء كما شعرنا بها في الماضي. بمشيئة الله سيتم توصيل الغاز ل 2 مليون بيت جديد بنهاية العام القادم إن شاء الله. السنة دي إن شاء الله هنكمل تطوير 930 مزلقان سكة حديد، هتكون مزلقانات إلكترونية ميكانيكية بدل ما كانت بتتربط بحبل وجنزير وسلك. دلوقتي المزلقانات اللي اتفتحت عشرات المزلقانات أصبحت مزلقانات إلكترونية. دخلنا لأول مرة خدمة الإسعاف الطائر اللي مش لاقية إلا 3 طرق عشان تنزل فيها تنقذ المصابين وتحقن الدماء، لأن الطرق غير مهيئة لها. لكن الحمد لله الطرق السريعة، طريق مصر اسكندرية والطريق الساحلي وغيره 3 طرق 4 طرق، وأيضا ما وجدناش مستشفيات كفاية عشان تهبط فيها هذه الطائرات، إلا 3 مستشفيات في القاهرة. لكن إن شاء الله هنعمل حسابنا في الأيام القادمة لتهيئة الطرق وتهيئة المستشفيات التي تبنى من جديد لاستقبال مثل هذا النوع من الإسعاف الذي يصب أيضا في تحقيق الكرامة للإنسان المصري. وكلنا يعلم تلك الحادثة الشهيرة التي حدثت في البحر الأحمر منذ عدة سنوات، وكان ضحاياها من الأجانب والمصريين. نقل الأجانب بالطائرات ونقل المصريون بالسيارات لتفيض أرواحهم قبل أن يصلوا إلى المستشفيات. نحن الآن نسعى إلى تحقيق هذه الكرامة للمواطن المصري. أيضا الشرطة الطائرة بدأت عملها من شهر تقريبا، وهذه أيضا خدمة لأول مرة تدخل. رغم الظروف الاقتصادية الصعبة اللي احنا فيها، لكن احنا بنوازي بين التقدم وبين انتشال الأوضاع من هذا المستوى الذي نعلمه جميعا في مجالات الفقر والأوضاع الاجتماعية. احنا الحمد لله حتى في مجال التعليم بدأنا السنة دي في التعليم بالألواح الإلكترونية والاستغناء عن الكتب. يعني عندنا الآن 29 مدرسة تجريبية تستخدم الألواح الإلكترونية الآيباد في التدريس للطلاب. 20 مدرسة برعاية البحث العلمي، 6 مدارس برعاية شركة هندية، 3 مدارس برعايات لشركات أخرى مثل شركة توشيبا وغيرها من الشركات اللي بتعمل تجربة على تدريس تلامذة مصر على الألواح الإلكترونية دون الحاجة إلى الكتب. عملنا أسبوع مدارس بلا حقائب أيضا. إذن هناك سعي لنهضة تعليمية، لنهضة ثقافية، لنهضة إعلامية. أيضا نحول إعلامنا إلى إعلام الخدمة العامة الذي يخدم جميع المصريين دون تفرقة، لشعورنا أن المصريين أصحاب أسهم متساوية في هذا الإعلام، لا منع لأحد ولا إقصاء لأحد ولا فرض لرأي ولا فرض لضيف ولا منع لضيف، لأن هذا الإعلام هو إعلام الجميع وينبغي أن يظهر فيه الجميع، رغم ما يشاع هنا أو هناك عن منع أو تقريب. هذا ليس صحيحا، لأنه باختصار خلال الشهور الثلاثة اللي فاتت الإحصائية اللي صدرت عن اتحاد الإذاعة والتلفزيون 65%
من الضيوف من معارضي الحكومة و35% من مؤيدي الحكومة. إذا هذا الإعلام هو إعلام الجميع إن شاء الله. إحنا في المجالات الاقتصادية في الحقيقة نبذل جهدا كبيرا من أجل التطوير. إن شاء الله في 30/6 الجاي هنشهد تطوير 1100 مركز ونادي شباب سننتهي منها إن شاء الله. إحنا عندنا 4200 مركز ونادي شباب. حضراتكم لما تنزلوا الريف المصري هتعرفوا كيف حال هذه المراكز. معظمها بلا أسوار، بلا بوابات، بلا ملاعب، حوش وخلاص كده ويقول لك ده ملعب أو ده مركز شباب أو نادي شباب. إحنا حصرنا 2000 مركز ونادي السنة دي بنطورهم، يعني تقريبا 50% من عدد المراكز والنوادي، وإن شاء الله سننتهي من تطوير 1100 مركز ونادي شباب بنهاية يونيو القادم بمشيئة الله. هيكون في كل نادي ملعب، نجيلة صناعية، هيكون في كل نادي أو مركز قاعة متعددة الأغراض، هيكون في أجهزة كمبيوتر إذا سمحت ظروف القرية أو النادي. بمشيئة الله سيلمس أبناء مصر تغييرا في مرفق من مرافق الدولة وهو مراكز الشباب وأندية الشباب. وإحنا عملنا تجربة جميلة السنة دي، 7 وزارات طبقت تجربة وزارات بلا أسوار، وهي وزارات الرياضة، وزارة الشباب، الثقافة، الإعلام، التربية والتعليم، الأوقاف، التعليم العالي. كل هذه الوزارات فتحت أسوارها كي يستفيد الشباب والتلامذة. مركز الثقافة يستفيد من ملعب المدرسة، المدرسة تستفيد من قاعة مركز الشباب، وزارة الأوقاف تستفيد من مسابقات وزارة الثقافة إلى آخره. تعاون بين هذه الوزارات التي كانت جزر منعزلة. نحن نريد أن ننفتح أيضا على بنوكنا، على مؤسساتنا الاقتصادية. نريد أن يتعاون المصريون لبناء هذا الوطن. احنا النهاردة يمكن أعلن عن تقنين أوضاع 600,000 فدان. الأسبوع اللي فات تم طرح 320,000 فدان في مناطق سيناء والفرافرة ومنخفض القطارة وتوشكا. هذه الأراضي 320,000 المياه متوفرة عندها الحمد لله، وهي جزء من برنامج المليون فدان. احنا ان شاء الله بنسعى في هذا، وهيخصص منها 100,000 فدان للشباب وصغار المزارعين. ولن تدخر هذه الحكومة التي تعمل في ظل ظروف غاية في الصعوبة وعليها ملاحظات كثيرة، وأنا أول من يتلقى الملاحظات وأعتبر نفسي أعمل في ظروف غاية في الصعوبة أيضا، لأنني أعمل في وزارة وفي مبنى عريق هو مبنى مسبيرو الذي يعمل فيه 43,000 عامل. إيرادات هذا المبنى لا تكفي للرواتب والأجور والحوافز والأجر المتغير، فما بالك بماذا ننتج إعلاما أو ننتج أعمالا إعلامية أو درامية أو غير ذلك. فنحن ورثنا مؤسسات في أوضاع غاية في الصعوبة. مسبيرو عليه 19 مليار جنيه لبنك الاستثمار، عليه 850 مليون جنيه لمنتجين وشركات وممثلين ووكالات أخبار وخلافه. إذا نحن نتحدث عن صعوبات، لكن أقول وتحدثا بنعمة الله سبحانه وتعالى أننا نحقق إنجازات في هذه الأماكن. استوديو 5 اللي كان معطل منذ عدة سنوات وكان ينقصه عشرات الملايين، الحمد لله نجحنا في إكمال هذا الاستوديو اللي بلغت تكاليفه، أنا لم أنشئه أنا أكملته، بلغت تكاليفه 178 مليون جنيه. استوديو 21 اللي هو خاص بالفضائية المصرية جددناه ب 16 مليون جنيه وبكاميرات حديثة HD. الآن نطور استوديو 7 و8 و9 للقناة الأولى والثانية
والقاهرة قناة الثالثة. أيضا بننشئ 3 استديوهات جديدة في الدور العاشر، وهي استديوهات مطلة على النيل. ولجأنا لهذه الفكرة لأني وجدت جايلي فاتورة من مدينة الإنتاج الإعلامي في آخر ديسمبر الماضي بديون مستحقة عن السنوات الماضية حجمها 132 مليون جنيه على مسبيره لصالح مدينة الإنتاج الإعلامي. لما فتشنا انتم مأجرين ايه هناك، لقينا مجموعة استديوهات الحمد لله استغنيت عن معظمها، وبنهاية هذا الشهر سأستغني عن الباقي منها. ولقيت مجموعة مخازن، هذه المخازن معظمها متخزن فيه بالتعبير البلدي كده كراكيب متخزنة بإيجارات سنوية بملايين الجنيهات. أيضا أوقفت هذه الإيجارات وبدأنا نبني مخازن على أرضنا برضو اللي موجودة في مدينة الإنتاج الإعلامي، وسنفتتح هذه المخازن خلال أسابيع إن شاء الله ضمن مشروع أكبر وهو مجمع خدمات مسبيرو بمدينة 6 أكتوبر. إحنا الآن تعاقدنا مع ألمانيا لتقوية الإذاعة المصرية، وسيكون أيضا في باكورة هذا التطوير تقوية إرسال محطة إذاعة القرآن الكريم في السنطة ب 31 مليون جنيه إن شاء الله، وتم توفير هذا المبلغ وسيحول للشركة. وإن شاء الله نحن ماضون في طريقنا رغم الصعوبات ورغم الصورة التي تبدو قاتمة بعض الشيء، لكنها إن شاء الله تدعو للتفاؤل بجهودكم كإعلاميين واقتصاديين ورجال بنوك وطنيين ومسؤولين. بمشيئة الله القادم أفضل. أنا لا أريد أن أستطرد في أمور كثيرة، لكن الذي أستطيع قوله في الختام أن القاهرة لن تظلم صيفا. بمشيئة الله ستبقى القاهرة مضيئة، ستبقى القاهرة ساهرة، ستبقى القاهرة فاعلة إن شاء الله وحاضرة. وإشاعات الإظلام إن شاء الله لن يكون إظلام للقاهرة، لكن على الجميع أيضا، وأنتم إعلاميون مسؤولون تعرفون أننا كشعب ورث محطات متهالكة، منها ما انتهى عمره الافتراضي، ومنها اللي احنا دلوقتي بنجدده، ومنها محطات عملاقة جديدة إن شاء الله بإتمامها سنكتفي من الكهرباء وسيتحقق لدينا فائض 2000 ميجا واط. لكن متى ننتهي من إنشاء المحطات الثلاثة؟ كل محطة عايزة 2 3 فلا بد أيضا أن نربط الأحزمة حتى نصل إلى هذا الوقت، لأن لا يخفى على حضراتكم البعض أخذ من الثورة بعض السلبيات. إحنا النهاردة شركات الكهرباء اللي هي بتنشأ الآن تقابل بتعويق المقاولين يمنعون من دخول هذه المحطات لإكمال أعمالهم، لأن بعض المواطنين اللي عايز يعين أولاده واللي عايز مزيد من التعويضات، والبعض طلع في موضة النهارده مش ياخد تعويض على العمود اللي محطوط في أرضه، ده دلوقتي البعض بيطالب بتعويض عن ظل السلك اللي ماشي فوق الأرض بتاعته. فيعني حاجات جديدة طلعت، لكن أملنا في الله ثم في تعاون المصريين الشرفاء حتى نعبر هذه الأزمة التي نشعر بها جميعا. إن شاء الله في الصيف القادم بعض المناطق ستشعر إن شاء الله بحل مشكلة مياه الشرب، لأن وزارة المرافق الحمد لله تضاعفت ميزانيتها من 5.1 إلى حوالي 11 مليار في ميزانية 12-13، وإن شاء الله في ميزانية 13-14 ستتضاعف أكثر حتى يشعر المواطن أن مصر الجديدة بدأت تلتفت لمواطنيها. ولدينا مشروع تنمية محافظات الصعيد، ولدينا مشروع دعم الفقراء، وأيضا مشروع أن يستشعر الأغنياء مسؤوليتهم تجاه مجتمعهم وأهليهم.
في الختام أدعو الله لمصرنا الحبيبة بالخير والازدهار والنماء، وأسأل الله أن يجعل يومنا خيرا من أمسنا، وأن يجعل غدنا خيرا من يومنا. وآسف على الإطالة، وأشكر لحضراتكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. جزيل الشكر.